زيارتنا الأول حمام مغربي في هولندا، وجربنا عنده الطاجين والشاي المغربي. وصلنا دنيا حمام في مدينة روتردام، وموقع المكان بنهاية المقطع، يوميا للسيدات أما الرجال من بعد الساعة 8. وأهم شيء الحجز. والمكان مش بس حمام، المكان كمان يعرفك على الثقافة المغربية. وأهم شيء في هذه الأماكن اللي هي النظافة. أول شيء تسويه تغير ثيابك وتستلم الصابون البلدي والليفة الخاصة، وبعد ما تاخذ الشاور تسوي شوية صابون علشان تدخل الساونا. وبعد هذه الخطوة الحين جاء وقت الليفة، وبهذه الطريقة تخرج الجلد الميت وترجع وكأنه أول يوم لك في الحياة. واحدة من أهم الفقرات اللي هي المساج، وصراحة تسلم يده على الشغل النظيف. والحين جاء وقت الغسيل بالطين مخلوط مع ماء الورد، وانصدمت صراحة انه في ناس اسبوعيا تروح تسوي هذا الحمام. بما اننا طولنا بالحمام لانه كنا مع الشباب، جتنا مشروبات لين داخل، وحاليا عندهم خلطة خاصة سووها مع العود، وهي تكون الختامية للحمام. وبكذا نكون خلصنا واخذنا مناشف ونتوجه للمجلس. كان باستقبالنا اقوى طبق مغربي واللي هو طاجين الدجاج، وبالاضافة الى الكفتة والقلب واكيد الزيتون. محبين اكلة الطاجين اثبتوا وجودكم بالكومنتات. ونختمها مع الاتاي، وهذا موقع الحمام في مدينة روتردام. واهم شيء لا تنسوا الحجز، ونشوفكم بمقطع ثاني.